السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح الباتني. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه جديده، وكما العاده قبل ما نبداو في تحضير وصفتنا لنهار اليوم ما تنساوش تدعيو لامي بالرحمه وتدعيو لي بالصبر عليها. واليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كسره محشيه بطريقه جد سهله وبسيطه، بعجينه خفيفه وتجي فيها مزيج بين القرمشه والطراوه وحشوه اقتصاديه. يعني هاد الوصفه تقدروا تحضروها للعشاء ولا للغداء كفكره، سيرتو بما انه مازال شويه راه برد الحال، هذا واش يليق. واذا زدتوا درتوا فيها الحرور ما عندي ما نحكي لكم. وزدت في الاخير انايا رافقتها مع شربات. يا ودي ريحه رمضان. خليكم على الوصفه مشاهده متاع الجميع. نبداو بركه الله مع العجين نتاع الكسره تاعنا. عندي هنا 3 كيسان نتاع الفرينه. الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. عندي ايضا كاس نتاع سميد اللي يكون رطب، لازم يكون رطب ما يكونش متوسط، لازم رطب. ملعقه كبيره نتاع السكر، وعندي ملعقه متوسطه نتاع الملح. السينوج اللي عنده، اللي ما عندوش يقدر يدير جلجلانيه، اذا ما كاش ما ديروش خلاص. ونخلطوا لهنا النواشف مع بعض جيدا. نجيبوا لهنا نص كاس نتاع زيت نباتي نبسو، لازم الكسره تاعنا تجي مبسه. اذا نتو حبيتوا الكسره تاعكم يعني تجيكم كيما المسمن ولا هذيك تجي تكسل، ما ديروش فيها الزيت. بصح انا نحب الكسره المحشيه يجي فيها مزيج بين الطراوه والقرمشه، يعني تجي هذيك البساس فيها. بون خلطت لهنا او بسست مليح هذاك السميد والفرينه بالزيت، وفي الاخر نجيبوا الماء اللي يكون دافي. حوالي دات لي كاس مملوء نتاع الماء. نتوما حسب النوعيه تاع السميد وحسب النوعيه تاع الفرينه، ممكن دير لكم كاس، كاس ونص، كاس غربه، ما على باليش. المهم نضيفوا الماء بالتدريج تنتصلوا العجينه اللي تكون طريه. حاولوا العجين تاعكم تخليوه طري، يعني ما تخليوش يابس كيما الرخصاص، لازم يكون طري. ندلكوه لهنا في بلون دو طرافاي حوالي 2 دقائق يتلم ويولي ليس. نعاود نرجعو في ريسيبيون نغطي عليه ونخليه يرتاح حوالي ربع ساعه، لانه ما فيش الخميره. نخليو غير ترتاح العجينه تاعنا، لازم نخليوها ترتاح. ونروحو نجيبو لهنا مقله، نوجدو الحشو تاعنا. في مقله نديرو شويه تاع زيت نباتي. عندي كما قلت لكم انا حشو درتو اقتصادي، نتوما لكم الاختيار. انا درتو بدون لحوم، بلا دجاج بلا لحم. حكمت تحبها بصل، 2 غرون تاع فلفل حلو ولا حار، من الاحسن انكم ديروا شويه الحرور. وعندي حبه نتاع طماطم. عندي ايضا التوابل اللي هما ملح، فلفل الكحل، فلفل احمر. وعندي ثوم غبره. سينو نتوما ديروا سنه نتاع ثوم ولا زوج، ونحطهم على النار نخليهم حتى يذبالوا. كي نشوف الخضره تاعي ذبالت وطابت 100%، ضفت لهنا علبه تاع طون. ديروا علبه صغيره تكفي، غير تطلق لكم البنه. ولكن انا درت الطون الحار. اللي ما عندوش طون الحار يدير الفلفل، يدير قرن فلفل حار، هذا ما كانوا يدير الطون العادي. والحشوه لنا تكون واجده. العجين تاعنا بعد ما ارتاح كما راكم تشوفوا راح نقسموه. انا هاد الكميه درت لي 2 قرص كبار، 2 قرص كبار. نتوما اذا حبيتوا ديروا كميه كبيره، يعني عندكم بزاف ناس في الدار، تقدروا تضاعفوا المقادير. درت لهنا 2 قرص كبار. كما قلت لكم قسمت العجينه الى 4 اقسام، 2 اقسام درتهم عجينات درتهم شويه كبار، يعني الثالثه والرابعه درتهم شويه صغار، يعني يكونوا اقل. كي نعودوا نفتحوا فيهم، 2 نفتحهم كبار وزوج اخرين نفتحوهم اقل شويه، لانه الثانيه هي اللي راح نديروها على الاولى. راح تفهموا ان شاء الله، تبعوا الفيديو برك تفهموني. نجيبوا لهنا الخبزه الاولى الكبيره، نفتحوها بالاستعانه بالقنوط وبابي كويسون باش العجين تاعكم ما يصدكمش، لانه راح نرقوه بالبزاف. حاولوا ترقوا العجين تاعكم، نفتحوها حتى تفتح لنا بيان. ونزيدوا ايضا نفتحوا القسم الثاني. كما قلت لكم القسم الاول نفتحوه كبير، هذه القرصه الاولى. القسم الاول تاعها نفتحوه كبير، والقسم الثاني نفتحوه شويه صغير، هكا كما راكم تشوفوا. بعد ما نفتحوا العجين تاعنا كما قلت لكم الاستعانه عفوا بالبابي كويسون ولا بالبابي فيلم. المهم عندي هنا فرماج. انا كما عليكم دائما نستعمل فرماج تارتيليز. وكسره هذه المحشيه ماهيش كسرة الشحمه، بون لازم نديرو فيها الفرماج باش تجي شويه مفرمجه وتجينا بنينه. وانتم دائما نقول لكم الجود بالموجود، اللي يحب يدير الدجاج يحب يدير اللحم، لكم الاختيار، الحشو يرجع لكم. عندي هنا فرماج تارتيليس كما قلت لكم بزاف بزاف بنين هذا الفرماج، من اروع ما يكون. حاولوا ديروا اجبان يكونوا بنان، ما تهربوش الحاجه رخيصه ومن بعد ما تجيكمش بنينه. ديروا فرماج يكون بنين يعطيكم بنه لهذيك الكسره. انا استعملت هذا التارتيليس الفوندول بزاف بنين، سون غلوتين، يصلح حتى الناس اللي عندهم حساسيه القمح. ايطالية كميه لاباس بها. وزدت قسمت هذاك الحشو الى قسمين، بما انه درت 2 قرص قسمته الى قسمين. يعني تقدروا ديروا هذا الحشو ديروا حتى 3 قرص ولا 4، مش شرط انكم تكثروا بزاف الحشو ومن بعد يخرج لكم بزاف. زدت ايضا شويه تاع فرماج رابي، حاولوا تخيروا نوعيه تكون جيده، وايضا ما تكثروش بزاف باش ما يروحلكمش هذاك الكو تاع يعني تاع الحشوه. لهنا بعد ما درت هذاك الفرماج رابي راح نحطوا القرصه هذيك الثانيه على الوجه، هكا نغلقوها ومن بعد نحيوها. شو تنحى فاسيلمون.
وراح نغلقوا على الجناب. تحبوا تايطاليو لها الماء شويه على الجناب باش ما تفتح لكمش، ديروا لها، سينو غلقوها عادي كما غلقتها انا. نحاول نهضر مع المبتدئات، نغلقوها على الجناب مليح، ومن بعد نحاولوا نبسطوها بيدينا براحه اليد، نحاولوا نزيدوا نفتحوها لانه هكا راهي شويه خشينه، حنا نزيدوا نمشيوها باش نرقوها بيان باش ما تجيناش خشينه. ومن بعد لازم نثقبوها بالفرشيطه، ونزيد ايضا نفتحها شويه، وحنا نكونوا الفرن تاعنا او عفوا الطاجين تاعنا شعلناه مسبقا، خلوه يسخن مليح، طاجين تاع الطين ولا هذا نتاع الحديد، ونحطوا الكسره تاعنا نسويوها مليح، ومن بعد نقلبوها الوجه الثاني. حاولوا ما تقعدوش تقلبوا في الكسره تاعكم على الوجهين وحتى تخسروا لها لافورم، خليوها طيب الساع من تحت، ومن بعد نقلبوها للوجه الثاني، خليوها تحمر بيان، من بعد نقلبوها للوجه الثاني هكا. وبنفس الطريقه نزيد ايضا مع القرصه تاعنا الثانيه. كما قلت لكم انا هذه الكميه درت لي 2 قرص، نتوما الكميه اذا حبيتوا ديروا كميه اكثر ضعفوا المقادير نتاع العجين وتاع الحشو، هذا ما كان هكا حتى نكمل نطيب كامل الكميه تاعي. جاوني 2 خبزات ما شاء الله، وشوفوا بلا خميره وجاو شويه طالعين روعه. وكما قلت لكم العجين جا فيه مزيج بين الطراوه والقرمشه وجا خفيف، والحشوه ايضا جات بزاف بنينه. يعني شوفوا الحشوه هذه ننصحكم انكم تبعوني فيها لانه جات من اروع ما يكون. وكانت الكسره تاعنا حاضره يعني في نص ساعه، وانتم حضرتوا عشاء لوليداتكم، وتقدروا ترافقوه لهم مع البن ولا ترافقوه لهم مع كما درت انايا شربات، لكم الاختيار. شربات انا هذه ما تخطينيش، واني درتها لكم في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني راهي كاينه هذه الوصفه بزاف بنينه تبرد القلب. شهيتكم بالصحه، ما تنساوش دعيوا الام والرحمه والسلام.